رمضان اللي فات اتكلمنا عن اليوزر اكسبيرينس وايه الفرق ما بينها وما بين اليوزر انترفيس، واتكلمنا كمان عن ازاي نقيم اليوزر اكسبيرينس. المرة دي هنتكلم عن اكتر سؤال بيتكرر وهو ازاي نتعلم يو اكس. هو ده موضوع حلقة النهارده. يوزر اكسبيرينس يعني مستخدم بيمر بتجربه معينه مع منتج او سيرفيس معينه. بيتحكم في نجاح التجربه دي مجموعه من العوامل، زي ان المنتج ده لازم يبقى فيه فاليو معينه بتتقدم للكاستمر. عامل تاني زي اليوزابيلتي، انه يقدر ياكسس الفاليو دي. وعامل تالت زي اليوزر انترفيس وشكلها والفيل بتاعها او الاحساس بتاعها تجاه المستخدمين. وبالتالي عشان تتعلم يوزر اكسبيرينس ده بيتطلب انك تتعلم مجموعه من السكيلز، ودي هنقول ان هي في شكل لايرز، مثلا زي ما موضح كتاب ذا Element of User Experience. فمقسم اليوزر اكسبيرينس الى مجموعه لاير، وعشان تتعلم اليوزر اكسبيرينس لازم تعدي على مجموعه اللاير دي. تعالوا ناخد اللاير دي مع بعض. اول لاير بنمر بيها لما بنشتغل في اي بروجكت هي مرحله الاندرستاندينج او الفهم. طيب نفهم ايه؟ نفهم البيزنس ونفهم اليوزر. فبنفهم البيزنس عن طريق حاجه اسمها استراتيجي سيشن، انك تقعد مع البيزنس تفهم ايه الريكويرمنت بتاعته، ايه السكوب بتاع البروجكت بتاعه، ايه الكي بي ايز او معايير النجاح بالنسبه ليه، وايه هي الاهداف والمشاكل اللي بيحلها البرودكت بتاعه. تاني حاجه انك تفهم اليوزر. وفي مرحله فهم اليوزر بيحصل كتير من الاسامبشن او الافتراضات، سواء من خلالك انت كديزاينر او من خلال البيزنس. وبالتالي بتيجي مهمه اللاير اللي بعدها وهي مرحله الريسيرش، ودي المرحله اللي انت بتثبت فيها صحه الافتراضات بتاعتك وبتتعلم فيها اكتر عن اليوزر. في المرحله دي انت محتاج تتعلم ايه هي الانواع الريسيرش، ايه هي الميثود اللي في كل نوع، تطبق امتى كل ميثود، ومحتاج تتعلم ازاي تعمل ريسيرش بلان فيها الميثود اللي انت هتستخدمها والاوبجكتيف اللي انت هتطلع بيها من الريسيرش ده. بعد ما بتنتهي مرحله الريسيرش انت محتاج تعمل فيجواليزيشن لكل الانسايتس والفايندنج اللي انت طلعت بيها من الريسيرش ده. وهنا انت بتبقى محتاج تعمل الكلام ده في شكل بيرسونا او يوزر جيرني ماب. بعد ما بتخلص مرحله المابنج بتبقى فاهم ايه هي المشاكل اللي قابلتك وايه هي الاوبجكتيف اللي انت عايز توصل لها، فبتبدا تجنريت سولوشن تحل المشاكل دي وتوصل المستخدمين للاهداف دي. وهنا بتبدا مرحله الاركتكتشر او اللاير بتاعه الاركتكتشر، وهنا بتتعلم شويه اكتيفيتي او بنعمل شويه اكتيفيتي زي اليوزر فلو، يوزر جيرني، انفورميشن اركتكتشر، سايت ماب، كل الاكتيفيتي اللي بتحصل في عمليه الاركتكتشر. بعد ما نخلص المرحله دي بيبقى معانا اكتر من واير فريم. كل واير فريم بيمثل سوليد سولوشن او حل معين بيحل المشاكل اللي بتواجه اليوزر في البرودكت ده. بنعمل لهم تيستنج لحد ما بنستقر على واير فريم. بعد ما خلصنا مرحله الواير فريمنج بنخش على مرحله الفيجوال ريبريزنتيشن او اليوزر انترفيس، ان احنا نحول الكلام ده الى شكل فيجوال يليق مع البراند. وعشان تتعلم المرحله دي انت محتاج تتعلم 4 حاجات اساسيه، زي السبيسنج، الكالر، تايبوجرافي، والهيراركي. ومحتاج تتعلم تولز عشان تنفذ بيها الحاجات دي، زي اكس دي، سكتش، فيجما، التولز كتيره اللي تقدر تنفذ بيها البرنسبل دي. خلصنا كده؟ لا، عشان دي مرحله الميجرمنت وهي مرحله مهمه. بنشوف فيها هل احنا وصلنا للبيزنس اوبجكتيف، هل احنا حلينا مشاكل اليوزر، وبالتالي كده اللايرز بتاعت اليوزر اكسبيرينس اكتملت. ودي كانت نظره سريعه عن الاكتيفيتي واللايرز اللي انت بتمر بيها لو انت عايز تبقى يوزر اكسبيرينس ديزاينر. بس خلي بالك ان كل بروجكت بيختلف، وكل بروجكت بيبقى ليه الوضع والاكتيفيتي والبروسيس اللي بيمشي عليها. ده كان فيديو النهارده.